السلام عليكم أخواتي العزيزات، نتمنى تكونوا كامل لاباس وفي صحة جيدة. نبدأ على بركة الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا نوكويزين. اليوم إن شاء الله رايحة نقدم لكم دي طاغطولات بالليمون والميرانج، الكل نحبوها، تجي بزاف بنينة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للفيديو، ونروحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. واللي أول مرة تشوف قناتي أدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس، هكذا يوصلك الجديد نتاعي. بالنسبة للمقادير راح نحتاج إلى 125 غرام مارغرين. أنا هذه 250 رايحة نقسمها على الزوج تعطيني 125 غرام مارغرين. وعندي هنايا 100 غرام سكر كلاصي، ما يعادل 8 ملاعق كبيرة ممتلئة. وعندي هنايا شوية زيت نتاع قارص ورشة ملح، حبة بيض. وهنا عندي 250 غرام فارينة بالملعقة، ما يعادل 14 ملعقة كبيرة هكذا تكون بومبي. نبداو على بركة الله. نجيب ان ريسيبيون، نحط الفارينة نتاعي 250 غرام، قلنا ما يعادل 14 ملعقة كبيرة. ونضيف المارغرين، قلنا 125 غرام، هنا رايحة نقسمها هكذا على زوج. نضيفوها هكذا، تكونوا خرجتوها من قبل من الفريجيدار باش تكون طرية وتسهل عليكم العملية. ونبدا ندخل الزبده مع الفارينه بهذا الشكل، ندخلهم بشكل جيد هكذا بيديه. ونضيف هنايا سكر كلاصي، عندي هنايا 100 غرام ما يعادل 8 ملاعق كبيره. ونزيد نضيف رشه نتاع الملح ومبشور الليمون، تقدري تضيفي لافاني اللي عندك. نخلط مليح، ندخل المقادير في بعضها. وهنا ندير هكذا حفرة في الوسط، ونحط الحبة نتاع البيض نتاعي ونخلط هكذا بلا ما نلم العجين نتاعي بلا ما نعجنه. ونبقى نخلط في العجين نتاعي حتى تشكل لي هكذا عجينة طرية. وهنا اذا جاتكم جاريه شويه تقدروا تضيفوا ملعقه تاع فارينه، واذا جاتكم يابسه تقدروا تضيفوا ملعقه كبيره نتاع الماء يكون بارد جيدا. وبعد ما لميت العجين نتاعي نغطيه هكذا بكيس بلاستيكي ونخليه يرتاح لمده نصف ساعه او ساعه على الاكثر. ونروحوا مباشره نوجدوا كريمه الليمون نتاعنا. راح نحتاج في الكريمة إلى 3 حبات بيض، نفس الصفار على البياض لأني رايحة نحتاجه في الميرانج. أيضا عندي 160 مليلتر عصير الليمون، أنا الكاس نتاعي يرفد 250 مليلتر، جاني ناقص شوية كما راكم تشوفوا هنايا. وعندي 6 ملاعق كبيرة سكر، وملعقة كبيرة مملوءة من المايزينا ولافاني وشوية ملح. نبداو هنايا نجيب كاسرول لاني رايحه نحطها فوق النار، نحط السكر نتاعي، نحط البيض، نحط القرصه نتاع الملح، ونزيد لافاني. نخلط المقادير نتاعي جيدا. ونضيف هنايا عصير الليمون، نخلط بهذا الشكل. ونزيد نضيف ملعقة كبيرة نتاع المايزينا ونخلطها مليح. انا هنايا رايحه نحطها فوق النار على نار هادئه حتى تعقد الكريمه نتاعي. كي تعقد نزيد لها ملعقة كبيرة زبدة. وهنا بعد ما عقدت الكريمة هكذا نخلطها شوية وهي سخونة، نضيف لها ملعقة كبيرة نتاع الزبدة ونخلط بسرعة باش تذوب لي هذيك الزبدة. ونفرغها مباشرة في إناء صغير
هكذا ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها على جهة تبرد مليح. ونروحوا الآن نشوفوا كيفاش نحضروا الميرانج نتاعنا. هنا نبدا نحط بياض البيض اللي كنا فصلناه من قبل. عندنا 3 بياض بيض، نحط هنايا قرصه فانيليا، وعندي هنايا 150 غرام سكر عادي ما يعادل 8 ملاعق كبيره. رايحه نضيفهم هنايا على 3 دفوعات. نبدا هنايا نخلط بياض البيض نتاعي جيدا، ونبدا نضيف السكر هكذا ونخلط. نبقى نخلط هكذا بسرعه حتى نتحصل على خليط ابيض، وفي كل مره نضيف السكر يبقى هذاك الخليط يتضاعف معانا، ونعودوا ما نحسوش بهذوك الحبيبات نتاع السكر في الميرانج هكذا حتى نكمل السكر كامل. نتحصل على هذا المنقار، يعني نعرفوا باللي الميرانج راه ناجح. وكن نقلبوا الريسيبيون تاعنا نعرفوا باللي الميرانج ما رايحش يطيح لنا هكذا، نكونوا كملنا. نروحوا دركا نشوفوا العجينه نتاعنا بعد ما ارتاحت. نرش هكذا شويه فرينه ونبدا نطرح فيها بالحلال هكذا. نرفد العجينه نتاعي بعد ما كملت طرحتها بالحلال، ونجيب ليمون نتاوعي نتاع لي طاغطولات ونعاود نرجع عليهم العجينه بهذا الشكل. نسقمهم هكذا بشويه ونبدا نضغط عليهم هكذا بالحلال باش يتفصلوا على بعضها، يتفصل العجين على الليمون. وننزع هذاك العجين المتبقي ونحطه بجهه، ونبدا نرفد الحبات نتاع لي طاغطولات نتاعي هكذا ونسقمهم. نسقم العجين جيدا، وهنا نعاون روحي بشويه فرينه هكذا في يدي باش نسقمهم مليح في ليمون باش يخرجوا لي متحوفين. ومن بعد نثقبهم بالفرشيطه وندخلهم للفرن على 180 درجه. نشعلهم من التحت، كي نشوفوهم بداو يحمروا من التحت نشعلهم من فوق، ونتلاقاو بعد ما يطيبوا ان شاء الله. وهنا بعد ما طابوا وبردوا نديموا ليهم غير بشويه هكذا باش ما يتكسروناش. والكريمه نتاعنا راهي واجده والميرانغ راه واجد. نروحوا مباشره نشوفوا كيفاش نزينوهم. انا اول حاجه رايحه نديرها هنا رايحه نرش شويه سكر كلاصي هكذا بهذه الطريقه باش يتغطاو لنا هذوك الحواف ويعطينا منظر باهي للطارت نتاعنا. ومن بعد ما نكمل رايحه نجيب كريمه الليمون اللي حضرناها من قبل، ونبدا نعمر في لي طاغطولات نتاعي حتى نكملهم كامل. ونبدا هنا بلا بوشاردوي نزين لي طاغطولات نتاعي بالميرانغ. كل واحد يزين على حساب الشكل اللي يحب هكذا حتى نكمل لي طاغطولات كامل. ونزيد نفوت عليهم كامل بالشاليمو هكذا باش يعطينا هذيك اللمسه الباهيه اللي تعجبنا كامل في لي طاغطولات. بالنسبه لي ما عندهمش الشاليمو تقدروا تدخلوهم للفرن تشعلوه غير من الفوق وتخليهم يتحمروا هكذا واحد 5 دقائق او 10 دقائق وتطفوا عليهم وتاكلوهم بالصحه والهنا ان شاء الله. ان شاء الله يكون الفيديو لنهار اليوم عجبكم، واذا عجبوكم لي طاغطولات اخواتي ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع احباباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا تكبر القناه وتعم الفائده. والان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وبقاو على خير.